بمبدا العدل زي ما انا بقول، وبمبدا العدل في المساواه في المستحقات. والاهم ان اللعيبه شايفه ان احنا بنجري ورا مستحقاتهم، يعني احنا ومجلس الاداره احنا بنتخانق عشان ندخل لهم فلوس النادي، وبنصارع عشان ندخل لهم فلوس النادي، ودي نقطه نفسيه مهمه جدا بالنسبه للاعيب الكوره داخل نادي الزمالك. كابتن ميدو، حضرتك قلت دلوقتي ومن اول يوم اللي انت يعني بترسم خطه لمستقبل نادي الزمالك، ممكن نعرف اهم ملامحها اللي ممكن تتقال خاصه قطاع الناشئين؟ ده سؤال. والسؤال تاني بقى مش كابتن ميدو المدرب، كابتن ميدو الزملكاوي، الجدل المثار حول لقب نادي القرن دلوقتي ده يمثل ايه لميدو واهميه عودته للنادي، لان ده حق النادي الزمالك والمفروض ان هو ميدو ده بيمثل له. طبعا تخطيط المستقبل مش تعاقد مع لاعبين صغار السن فقط، ولكن ازاي ان احنا نربط شغلنا بقطاع الناشئين، وده فعلا كابتن ايمن يونس كان عنده اجتماعات وميتنجز مع الدكتور محمود سعد، وانا كان عندي ميتنج يعني اجتماعات مع الدكتور محمود سعد ازاي نربط شغلنا بقطاع الناشئين. اي نادي ناجح او اي منظومه ناجحه في اي رياضه مش كره قدم بس، لازم يبقى شغل نفس شغل القطاع الناشئين يبقى مرتبط بالفريق الاول. عشان كده الكابتن ايمن يونس شكل فريق الامل، اللي انا في رايي ان هو نقطه ايجابيه مهمه جدا بالنسبه لنا. ليه؟ عشان اشرح لكم برضه. احنا عايزين يعني الموهبه لا تكفي، وده كان كلامي يا كابتن ايمن، ان انت تبقى موهوب ده لا يكفيك ان انت تخش على طول في الفريق الاول في نادي الزمالك، لكن ان انت تمر بمرحله ان انت تتعود على سيستم الفريق الاول من خلال الفريق الامل، من خلال المباريات الوديه، ومن خلال نظام التدريب اللي احنا شغلنا هيبقى مرتبط بشغل الفريق الامل فيه، ده مهم جدا بالنسبه لنا. يعني ايه؟ يعني اللعيب قبل ما يطلع لي الفريق الاول يبقى لاعب 20 25 مباراه بنفس السيستم اللي انا بلعب بيه، عشان لما يطلع يلعب معايا ما علموش انا بدايه الشغل من اول وجديد. كلها حاجات فنيه صغيره احنا شغالين فيها عشان نرسم مستقبل نادي الزمالك باذن الله. اما بالنسبه للقب الافريقي طبعا احنا اكتر نادي حصل على بطولات في القرن الماضي، لذلك انا بقول ان دايما بعيدا عن حسبه النقاط، انا في رايي ان اكتر نادي حصل على الالقاب القاريه يكون من حقه ان هو يكون نادي القرن الافريقي، لكن الاتحاد الافريقي كان ليه حسابات اخرى، واحنا مجلس الاداره اللي انا عرفته ان هم هيطالبوا بمراجعه هذه الحسابات، وان شاء الله لقب نادي القرن الافريقي يرجع لنادي الزمالك، اللي انا في رايي ان هو احق نادي ان هو يكون نادي القرن الافريقي.